السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ واهلا بيكم في يوميات محمد الغزالي. والنهاردة اول استعراض للسيارات. هنبدأ بكل انواع، يعني هنبدأ نوصف لكم اسعار العربيات المستعملة ومواصفاتها وعيوبها. ننصحكم تشتريها ولا ما تشتريهاش، عيوب ومميزات، معدل الاستهلاك. هنتكلم برضو عن قطع غيار العربية، هل هي قطع غيارها متوفرة او لا. كل ما يتعلق بالعربية هنشتغل عليها، هنعرفكم ايه مواصفاتها وايه عيوبها. هنبدأ النهاردة بالعربية الشاهين. ناس كتير هتسأل، طبعا انا عن نفسي عارف العربية الشاهين، مش محتاج حد يعرفاني. احنا بنتكلم للي رايح يشتري، اللي ما جربش العربية، وضع العربية ايه، مواصفات العربية ايه، عيوب العربية ايه، هل دي هتنفع معاك ولا مش هتنفع معاك، السعر المناسب ليك. احنا عشان نبقى فاهمين برضو مش هنحدد السعر بالظبط، لان كل عربية بتختلف من حالة لحالة. العربية اللي معانا النهاردة هي شاهين موديل 2000. العربية فابريكا دواخل بالكامل، رشة بره نظافة نتيجة التكليح طبعا زي ما احنا عارفين. ميزة العربية الشاهين ان العربية الشاهين قطع غيارها متوفرة في كل حتة. ما هياش العربية الصعبة اللي قطع غيارها مش موجودة في السوق، بالعكس قطع غيارها موجودة ومتوفرة واسعارها رخيصة جدا مقارنة بالانواع التانية. يعني مثلا مش هتسويها بعربيات اعلى منها، خليك في الرينج بتاعها. العربيات الشاهين اساسا ايطالي، وفي منها جزء تصنيع تركي، وفي منها تم تجميعه في مصر تبع لشركة النصر. العربية الشاهين نازلة بأكتر من فئة وأكتر من مواصفات. لو انت بتدور على عربية مكيفة وباور، انا ما انصحكش انك انت تركب الشاهين، لان ايا يكن الشاهين مش هيديك التكييف اللي انت بتدور عليه، اللي هو التلاجة زي ما احنا بنقول. يعني مثلا ما تقارنش تكييف الشاهين بتكييف الفيرنا، ما تقارنهاش بالعربيات الحديثة في التكييف. ده سببه ان العربية العزل بتاعها ضعيف، يعني في بتحس ان العزل مش كامل للعربية. العربية زي ما احنا قلنا بتنزل من كذا فئة. في 1300 سي سي، وفي 1400 سي سي، و1600 سي سي. انا عن نفسي كمستهلك للعربية دي انا بحب فيها جدا ال 1400 سي سي. اول حاجة لا هو عزمها ضعيف ولا هو قوي جدا. بالنسبة لوزن العربية هي لا تتعدى ال 950 كيلو، 940 كيلو فاضية طبعا. العداد بتاعها اخره 200، بس انت طبعا ما بتجيبش ال 200. العربية المكيفة في الشاهين زي ما احنا قلنا مش اللي انت تدور عليها كتكييف، لكن عادي ممكن تركب فيها ازاز كهرباء، ممكن تركب فيها سماعات جي ام. التابلو بتاعها زي ما احنا شايفين ورا واسع، بحر، يعني اللي هو الشماسة زي ما بيقولوا عليها، او في ناس بتقول عليها بلكونة، وبتقول على اللي قدام فوق قدام السواق دي شماسة. البلكونة بتاعتها واسعة، ممكن تشيل سماعات زي ما انت عايز. العربية قعدتها مريحة. طبعا الناس اللي بتسأل على قطع الغيار، يعني الاكسدام بتاعها بيلعب في السوق. شبورة يعمل له مثلا من 250 ل 350 عند الحراميين يعني. الفانوس بتاعها في رينج 250 لو انت عايز تعدل عليه ليدات او سبوت او حاجة زي كده، وضع تاني. الشبورة بتاعتها رخيصة. الستوب اللي ورا بيبدأ المصري من 90 جنيه معاك لحد 150 جنيه. العربية بتنزل بجنود 13. ما بتنزلش سبور. السبور ده بنبقى احنا اللي معدلينه على حسب مزاجك، انت عايز تعدله براحتك. العربية شنطتها محترمة جدا.
فيها مكان. العربية بتنزل ب5 غيار غلاف الرابع اللي هو المرشدين، يبقى العربية معاك نازلة ب5 غيار. العربية يعني هي حلوة للشقة. اي عربية بتشتغل تاكسي او بتشوفها شغالة تاكسي انا بنصح بيها، لان هي طبعا سواق التاكسي ما بيرموش فلوسه في الارض، واللي هو مش مدمن ان هو يروح صيانة وهطلع النهاردة للميكانيكي بكرة هطلع للكهربائي. يعني زي ما سواقين التاكسي نجحت معاهم اللادا، نجحت معاهم الشاهين، نجحت معاهم الفيرنا، نجحت معاهم حاجات كتيرة. هي دي اللي يعني دايما اي عربية بيركبها سواق تاكسي اعرف ان العربية دي ركوبة ومش بتقرف ومش بتتعب. هناخد ريفيو كده سريع للعربية، للشنطة وللموتور والشكل الخارجي للعربية، وفاصل ونواصل. ده يا جماعة شكل العربية من جوه، وده الموتور. وما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دي الموتور بتاع العربية والحوض بتاعها. العربية دي زي ما احنا قلنا موديل 2000. الموتور ده 1400. تمام. العربية دي متضاف لها كماليات. الشبورة هي نازلة بيها اساسا. تمام. العربية محطوط لها جنوط سبور زي ما انتم شايفين كده. طبعا كلنا حافظين شكل العربية. الشنطة بتاعتها زي ما انتم شايفين اهي كبيرة، تشيل كويسة. يعني هي المفروض ان هي 400 لتر، مساحة 400 لتر. بالنسبة للعربية من الداخل، العربية قعدتها حلوة، يعني مش اللي هي عربية ضيقة، لا هي عربية واسعة. في المخدع النصفي ده اهو، ده بينزل. العربية دي الفرشة الأصلية بتاعتها محطوط لها بس يعني حاجات بسيطة بس كده. تمام. ونيجي هنا للتابلو. التابلو مميزاته ان هو في كل الحاجات اللي انت بتدور عليها. يعني في الRPM اهو زي ما احنا شايفين، ومؤشر حرارة، وعندك تانك البنزين، وعندك عداد السرعة. تمام. العربية زي ما احنا قلنا 5 غيار. عيب العربية دي ان التابلو بتاعها من الفبر فخامته ضعيفة شوية. العربية 5 غيار. فيها الهاند بريك كويس جدا طبعا. العربية دي زي ما احنا قلنا فابريكا دواخل، وهنعرفكم ازاي تعرف العربية الفابريكا الدواخل من العربية اللي رشة. المرايات بتاعتها تقليدية، قد تكون تمشي مع ال28. شكل العربية من بره حلو، مقبول شكلا، مش وحشة يعني، مش اللي هي أجمل من اللادا طبعا. العربية دي فيها اوبشن حلو خالص، اللي هو ان اقل حاجة بتبان فيها. يعني انت لو حطيت فيها زي ما بيقولوا حاجة بجنيه بتبان. يعني حطيت دبدوب هيبان، حطيت مش عارف ستيكر بسيط هيبان. العربية عالية عن الارض، فده طبعا اللي احنا بندور عليه في الايام دي عشان الاحتكاك. زي ما انتم شايفين كده مساحة حلوة تحت العربية. العربية دي دفع خلفي، وهنكمل من جوه العربية ونقول لكم على باقي التفاصيل. بص يا شباب، احنا هنتكلم بالمفتشر يعني. زي ما بيقولوا اللي بيتكسف من بيت عمه ما يجيبش منها خضار. اعمل لايك واشتراك في القناة دلوقتي وفعل الجرس وانا هريحك في العربية دي. العربية دي اكبر عيب فيها اللي هي ان هي دفع خلفي. ليه دفع خلفي؟ العربية معمولة على كورونا. الكورونا دي بتيجي في فترة وتبدأ تزعجك بقى يا برنس. يا سلام. طب سعر الكورونا كام؟ متداول. في ناس بتركب مكانها كورونا البولونيز، ودي انا ما بنصحش بيها لانها بتبقى مش ماشيه مع العربيه كويس. في ناس بتركب بتاعه ال 32، وفي ناس بتركب بتاعه التويوتا الياباني اللي هي الكورسيدا. الكورونا الاصليه بتاعه العربيه تعمل لها 3000 جنيه. العربيه لو بدات تظهر معاك ونه في الكورونا بتبدا بونه بسيطه على حسب استهلاكك.
الونة دي بتقعد والعربية بالكورونا بتبدأ تضعف خالص. لحد ما بتمشي بتلاقيها بتصرخ وانت ماشي. تمام. انا عن نفسي ما بنصحش بالعربيات اللي هي على كورونا، لان هي بتزعجني، لان يوم ما بتعطل بتعطل يعني. بالنسبه للعربيات اللي هي الدفع الامامي اللي هي الكوبلين، انا بالنسبه لي الكوبلين يعطل ارميه واجيب غيره احسن من ان انا اجيب كورونا بمبلغ وقدره. العربيه دي شعبيه جدا، متداوله جدا، وقطع غيرها حلوه جدا، وحلو خالص في البيع والشراء. يعني مجرد ما بتحط اعلانها سواء كان على الحاج اوليكس او بتحطها على العم مارك بتاع الفيس، العربيه بتطير معاك وبتشتغل حلو ومبيعاتها كويسه. ممكن تفخم فيها، تحط لها جنوط سبور زي اللي احنا حاطينها دي. طبعا جنوط السبور دي انت ومزاجك بتبدا من 3000 جنيه، من 2000 ونص لحد 5000 جنيه. في ناس بتعرض العربيه بتحط لها جنوط 14 و15. العربيه دي اكبر عيب فيها ان هي ما فيهاش فرامل ABS طبعا، اللي هي منع الانزلاق. العربيه الفرامل بتاعتها حتى لو هي قويه ما عندهاش ان انا مولف على الABS عموما، فبحس الفرامل مش الكفاءه معايا. طبعا الفرامل الABS لا يعلى عليها جدا. العربيه بالنسبه لي اللي ناقصه GPS، ناقصه ABS، ناقصها حاجات كتيره. نيجي للعربيه صيانتها سهله، ممكن تروح لاي ميكانيكي، اي ميكانيكي يفهم لها. حتى لو هو مش بتاع شاهين، ما فيش حاجه اسمها بتاع شاهين ولا بتاع لادا. اللي بيشتغل لادا بيشتغل شاهين، بيشتغل 28، بيشتغل بولونيز، بيشتغل. فالعربيه مجالها مفتوح في الصيانات. قطع الغيار زي ما احنا قلنا ان هي رخيصه. العربيه عرضها تقريبا 160 سنتي وارتفاعها بتاع 140 سنتي او 144 في الرينج ده. العربيه طوليا، طول العربيه حوالي 4 متر 60. تقدر تصينها في اي حته وتقدر تعمل فيها البدع، فما تعولش هم اي حاجه في العربيه دي. نيجي لاهم نقطه اللي هي دايما كله مستنيها، اللي هو سعر العربيه. اول حاجه انا ما اقدرش احكم على سعر عربيه من غير ما اشوفها، لان العربيه بتختلف من حاله لحاله. عربيه رشه دواخل غير اللي مش رشه دواخل. عربيه مكانتها تعبانه، عربيه مش عارف ايه، كل عربيه وحسب حالتها. لكن اللي انا عايز اقوله لك ان العربيه دي في الاحلال اللي هي كانت شغاله تاكسي ونقلت ملاكي، سعرها بيبدا من 20,000 وانت طالع، لان عربيه بتكون متهانه في التاكسي طبعا. بتكون مغيره المكنه. اهم حاجه تدور عليها في العربيه دي اللي هي الشاسيه، ما يكونش فيه لحمات، ما يكونش فيه شروخات، ما يكونش فيه اي مشكله في القوايم او الشنطه او الحوض، لان عربيه ضعيفه كاستهلاك. يعني لما تحمل عليها حاجه تقيله هتتعبك بعد كده فيما بعد. لكن هي كبودي، البودي بتاعها قوي، يعني الصاج كويس، لكن ان هو وصل لمرحله الكسر او القطع او اللحام فبيضعف طبعا. فانا دايما بحب ان العربيه تكون فابريكا دواخل جوه وبره، يعني رشه بره ما فيش مشاكل، رشه جوه دي بالنسبه لي انا مشكله، ما برضاش اشتري عربيه بالوضع ده. العربيه لو هي توب التوب وزي ما بيقولوا بالبلدي كده معلوفه واكله في حوش بهايم، يعني حالتها كويسه. العربيه دي لو هي فابريكا جوه وبره بتعمل لها 60-65 الف جنيه. الكلام ده في 2022 عشان الاسعار عاليه. لكن متوسط سعر العربيات اللي هي متداوله اللي هي الرشه بره وكرونتها تمام وفتسها تمام وموتورها تمام، بتلعب في رينج 40 لحد 50 الف جنيه. لكن اللي بتكلم عليها 60 و65 دي اللي هي رشه بره، اللي هي فابريكا جوه وبره، وعربيه متاسسه صح ومظبوطه وما فيهاش اي عيوب، ما فيهاش اي مشاكل لا فتيس ولا كورونا ولا غيره. اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه. ولو عندك اي سؤال في العربيه او غير العربيه دي، عايز تقيم عربيه تانية، اكتب لي في الكومنتات وان شاء الله هنكون على تواصل مع بعض. ومع خالص تحياتي، محمد غزال.